اهلا بحضراتكم. حابين النهارده ان احنا يعني نقدم لكم فقره خفيفه بعيده عن التوترات او الضغوط الاقتصاديه اللي ممكن نكون بنعاني منها في هذه الاونه، احنا كجزء من العالم وان شاء الله نعدي منها يا رب على خير. ولكن يعني ده موضوع برضو لطيف ومهم بالنسبه لنا كلنا، لان احنا كلنا بنبقى نفسنا نعرف اللي قدامنا بيفكر في ايه. الملامح دي دليل على ايه؟ ساعات بنقول يعني انه انت ما تقدرش تعرف الانسان اللي قدامك غير لما تعاشره، حتى لو ملامحه ادتك يعني بعض الصفات العامه، لكن محتاج انك تعاشره عشان تعرفه اكتر. لكن في ناس عندها القدره انها تستنتج بعض الصفات وبتطلع حقيقيه، وده اللي بنقول ايه ده الانطباع الاول بيطلع صح عندهم بسهوله كده ليه؟ وهل الانطباع الاول ده بيدوم وبيطلع صح عند كل الناس، ولا ناس معينه عندها القدره او عندها فراسه؟ وده علم كبير قوي من العلوم العربيه اللي اشتهر بها العرب زمان، ممكن من خلاله نعرف اللي قدامنا. خلينا النهارده نتكلم عن علم الفراسه والتحليل النفسي، ونشوف ازاي ممكن نعرف كده ونستنبط بعض الصفات من وجوه الناس اللي موجوده معانا في جلسه معينه او اللي هتجمعنا بيهم الايام والظروف فيما بعد. معانا الحديث عن هذا الموضوع المهندس ايهاب الغرباوي، اخصائي التحليل النفسي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وسط البرنامج الجميل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. ومبدئيا كده ايه العلاقه بين الهندسه والتحليل النفسي؟ موضوع كبير جدا. هو طبعا اثناء فتره دراستي انا في الجامعه طبعا كنت يعني زي اي طالب محتاج ان هو يتعلم كورسات كتير وينمي مهاراته. فيعني الحقيقه بدات بمجموعه كورسات لحد ما وصلت الكورسات الخاصه بتنميه الذات والعلوم النفسيه والحاجات اللي زي كده، لان هي كمان ليها دور وعامل كبير جدا في سوق العمل. صحيح. والحقيقه المجال لفت انتباهي بشكل كبير جدا، ويعني شعرت ان انا محتاج اتعلم فيه اكتر، محتاج اقرا فيه اكتر. فتدريجيا تقريبا يعني المجال نفسه هو اللي شدني ليه. قرات كتب كتير، فالموضوع بيزداد جمالا وبيزداد يعني شكله كويس جدا، وانا حبيت الموضوع جدا. فبدات اتعمق فيه اكتر، اخد كورسات اكتر، بعد كده احضر دراسات فيه لحد الحمد لله دلوقتي اخصائي تحليل نفسي. جميل، وبنرحب بيك طبعا. اهلا وسهلا بحضرتك. وبدايه نتكلم كده عن علم الفراسه، يعني هل هو علم الفراسه ده جزء من تحليل الشخصيه؟ صحيح. لو حضرتك كمان بتنتقي يعني بالنطق المظبوط، هو فعلا اسمه علم الفراسه، تحليل الشخصيات من خلال ملامح الوجه الرجال. وبعد كده كمل عالم روبرت وايتسايد النظريه وبدا يشتغل عليها، وبدا ينشئ علم اسمه علم الفراسه او البرسونولوجي بالتحديد. وده مدرسه من مدارس علم الفراسه بنقدر من خلالها نحكم على صفات الشخص بنسبه تتوافق اكثر من 96% من تطابق الصفات على هذا الشخص. بيرسونولوجي تحليل الشخصيه بقى، بنتكلم تحليل الشخصيه من خلال الملمح الظاهري للوجه. هايل. يعني اذا بعض السمات او الصفات اللي في الوجه طبعا ممكن تدل على الشخصيه. صحيح، هي بتدل بالفعل. طيب هايل جدا. خلينا مثلا نوضح للساده المشاهدين. يعني احنا عندنا في 3 انماط اساسيه للوجه او اشكال هندسيه للوجه، وهو الوجه المربع والوجه الدائري والوجه المثلث. لو نلاحظ دائما في الاعمال الفنيه الخاصه بالكرتون والابطال الخارقين زي سوبرمان وسبايدر مان وباتمان والناس دي، نلاحظ دايما ان شخصيه البطل الخارق متمثله في شخص وجهه مربع، الفك عريض، الدقن عنده مستطيله ليها شكل واضح جدا، قوه بدنيه، قوه جسمانيه بتبان على ملامح الوجه. فاصبح ان النمط الشكل المربع ده بيدل على القوه وعلى التفكير وعلى العزيمه والاصرار. طيب من الجانب الاخر برضه لو بصينا ان احنا محتاجين مثلا شخصيه تكون ودوده، شخصيه تكون جميله، شخصيه تكون عندها مشاعر فياضه، فهنلاحظ برضه ان يعني كل ده تشكل في الوجه الدائري والعيون الدائريه، العيون اللي عفوا بقاطع حضرتك، بس هم بداوا يعرضوا بعض الصور. فيعني هل دي يعني الوجوه، انماط الوجوه، ولا دي بنتكلم عن الاذن؟ احنا كده بنتكلم عن الاذن ومدى قدره الشخص هنا على الانفاق، لان احنا برضو من خلال الملمح ده، من خلال شكل الخارجي لاسوان الاذن بنقدر نعرف هل الشخص ده بالفعل يعني عنده قدره انفاقيه ولا يعني حريص شويه. خلاص خلينا ماشيين حته بقى. يعني الصور دي اذا هتعرض تباعا، لكن احنا بنتكلم ما زلنا عن ال3 انماط الاولى في الوجه. الوجه المربع اللي هو بيدل على القوه والجساره والعقلانيه. والوجه الدائري على الوجه الدائري ده اللي بيدل على المشاعر والعاطفه الفياضه بشكل كبير. وبعد كده الوجه المثلث. ونلاحظ دايما حتى يعني في معظم الافلام والمسلسلات الكرتونيه نلاقي دايما ان الشخص الشرير او الشخص اللي هو يعني يعني منبوذ شويه هو الشخص اللي وجهه شكله مثلث وفيه نتوء عظمي، تحس ان وشه
يعني المدى اللحمي ده مش كتير، تحس ان عظم الوجه بارز او باين. فبدا من هنا لا نركز بقى مع العلم ده، فعلا الموضوع كبير والموضوع فيه تشابه كبير ما بين الصفات، وبدانا نستنتج او نستنبط بقى الملامح الخاصه بكل وجه او بكل شكل. طيب بس في ناس يعني وشها مش مربع تماما ولا مثلث تماما، بقى بيجمع صحيح. بين حاجتين. صحيح. فده هيجمع صفات الشخصيتين، ذات الوجه المثلث مع المربع او يعني اي من الاثنين دول. في الحاله دي بقى بيكون الشخص المفرس نفسه عنده القدره على استنتاج شكل الوجه. يعني الوجه مثلا الدائري، انا ممكن اكون بشوف الوجه الدائري، يعني ده مثلا الوجه المربع. طبعا حضرتك لو شايف الساده المشاهدين ان احنا عندنا حتى شكل الوجه، انا حاولت بقدر الامكان تبقى الصوره واضحه، واخد شكل المربع قوي، وفي احيانا ممكن يكون واخد شكل مثلا المستطيل الى حد ما. الشكل بيتغير على حسب الطباع وعلى حسب البيئه، لان في شخص ممكن مثلا اكون بعرفه ويكون بصفات معينه، ممكن يسافر مده زمنيه ويرجع يعني احس ان انا اول مره بشوفه او ما اعرفوش، لان شكله اتغير. الفك عنده كان نحيف، بعد كده الفك بقى عريض. زي الاستاذ الكبير عادل امام في فتره من الفترات في بدايه مسيرته كان شكل الوجه الفك ضعيف، كان الوجه يعني فيه نتوء عظمي لحد ما، مع يعني كثرة الخبرات وكثرة الأعمال، وبدأ شكل الوجه يختلف تماما، بدأ يبقى أعرض، الجبهة عنده بدأت تبقى أعرض بشكل كبير، الفكين عنده بدأوا يكونوا ظاهرين بشكل كبير، الوجنات اللي عنده بدأت تظهر بشكل أكبر. فكل ده بيتمثل على حسب الخبرات اللي حضرتك بتكتسبها أثناء فترة. نبتدي مثلا بالجبهة العريضة. الناس دايما تقول لك لا، صاحب الجبهة العريض ده هو كريم. لكن يعني هل ده فعلا يتناسب مع علم الفراسة؟ طيب خلينا نقول إن في بعض الصفات متعلقة ببعض الملامح. ما أقدرش أحكم على الشخص إذا كان كريم أو إذا كان حريص، مش عايز أقول بخيل يعني، ولكن ده مش من شكل الجبهة، لأن أنا عندي ملامح تانية بتدل، زي ملمح الشفايف. الشفة السفلى دي لما بتكون شفة ممتلئة، فده معناه ان الشخص ده كريم. طب انا عندي المعلومه دي، طيب انا في حاجه تانية بتاكد السمه والملمح؟ طبعا في حاجه تانية بتاكد السمه والملمح. ما اقدرش اقول على الشخص انت كريم بس من شكل ملمح واحد، لازم يكون عندي درايه ببقيه الملامح. طيب انا صوان الاذن الخارجي ده لو كان ملاصق للراس او مقارب للراس، طيب ده معناه ان هو شخص عنده قدره انفاقيه عاليه. كمان الشخص اللي زي كده يعني زي ما احنا بنقول. بص حضرتك رجعنا للشفايف مره ثانيه. صحيح. ففي 3 انماط احنا امامنا على الشاشه، قول لنا كده منهم ايهم اكثر كرما. هو طبعا الصوره الاولى، ايوه، اللي على اليمين بالنسبه لي كده، الشفه السفلى ممتلئه. صحيح كده. فده يعني كل ما كان الحجم ده ممتلئ بالشكل ده، حتى لو حضرتك لاحظت تلاقي ان الشفه العليا نحيفه او سميكه. أيوة. فمعنى ان الشفه السفلى ممتلئه، فده معناه انه شخص عنده قدره انفاقيه عاليه على الاموال. الشخص لو كانت الشفه السفلى بقى رقيقه، يعني الشفه اللي تحت دي لو كانت هي بقى الرفيعه، فهنا بقى لازم اخد بالي شويه. ده معناه لان ايه الشخص اللي زي كده دائما يعني لو هيصرف جنيه يحب يحط الجنيه في مكانه. ولو بيجيب هديه لحد، يعني مثلا انا برسم فيجيب لي قلم رصاص علشان يفيدني في عمليه الرسم، ومع ان انا ما برسمش مثلا. ولا يعني ولا صاحب الهديه هو اللي بيرسم؟ لا يعني انا الشفه بتاعتي سميكه او نحيفه، الشفه السفلى. فانا لو هجيب هديه مش هجيب هديه غاليه، ولكن انا هجيب هديه حتى لو كانت رخيصه ولكن تكون مفيده للشخص اللي قدامي. يعني بقى للانف عندنا طبعا. شكل الانف ونشوف الصوره برضو، وحضرتك واضع 3 انماط طبعا. بتدل على ايه بقى الانف؟ الاولى مثلا من اليمين بالظبط كده. الاولى من اليمين، ان طرف الانف المدبب او المائل لاسفل. ناخد بالنا يا جماعه الموضوع ده عشان ده مهم جدا. ان الشخص ده شكاك جدا جدا جدا. الشخص اللي زي كده يحب يجمع كل المعلومات وكل التفاصيل عن اي موضوع. كمان الشخص اللي زي كده عشان كده بنقول يدس انفه في الموضوع، يعني يقول له يعني ممكن انه عنده فضول يعني. صحيح. لا هو كمان الفضول ليه ملمح تاني بالمناسبه، ولكن الطرف الانف المدبب ده معناه ان الشخص لا يثق بسهوله شديده. فانا محتاج اعمل ايه؟ يعني اتعامل معاه ازاي؟ وده برضو مهم. يعني انا دايما لما بتكلم عن الفراسه لازم اقول كمان ازاي تتعامل مع صاحب هذا الملمح. يعني احنا بندرسها عشان نعرف نتعامل مع الناس بشكل مريح لينا احنا قدامي وازاي اتعامل معاه. أيوة. زي كده شخص شكاك جدا يحب يجمع معلومات كتير. طيب لو كان طرف الانف مرتفع لاعلى شويه، ده الصوره اللي في النص هي تقريبا ليها صحيح. فلو كان طرف الانف ده مرتفع يعني الى حد بسيط كده، فده معناه ان هو شخص يعني عنده قدر بسيط من السذاجه. يعني انا ممكن استخدم ادواته مره وهو يبقى مبسوط، وممكن استخدمها مره ثانيه يبقى هو مش عاوز ولكن مش هيمنعني، وممكن استخدمها مره ثالثه ومره رابعه ومره خامسه هو مش هيقدر يقول لي يعني معلش ما تستخدمش حاجتي. هو ما عندوش هو ما بيحبش يجرح المشاعر حد،
فبالتالي ممكن حد يستغله مره واكتر من مره. طيب برضو لو كان طرف الانف ده بقى يعني ممتلئ، ايوه، يعني لو كان الجزء الاسفل السفلي ده قاعده الانف دي ممتلئه، فده معناه ان هو شخص يعشق العمل الجماعي. شخص لو بقى في فريق عمل هيعمل انتاجيه عاليه جدا. ولو كانت السمه وعكسها، يعني الجزء ده نحيف او يعني رفيع لحد ما، فده معناه انه شخص لا يثق غير في ايده، نفسه في رايه. بس انا اعمل كل حاجه بايديا. لو هو بيديزاين لي صوره معينه يحب هو يعملها بايده. هو بيعمل كل حاجه وما بيثقش غير في شغله هو بس. فدي كلها بس من شكل الانف. وفي طبعا انماط كتير، يعني انا بقدر من شكل الانف اعرف اذا كان الشخص ده ينفع يشتغل في مشاريع، يعمل بيزنس ولا لا. هل هو عنده قدره عاليه جدا على استثمار الاموال ولا لا. واما جدا بعض صور عن الاذن ونشوف هي بتدينا سمات ايه كده عامه. ادي برضو 3 انماط حضرتك صحيح. وضعهم لنا على الشاشه. لو لاحظت حضرتك ان الصوره اللي على الشمال قوي اللي هي الاذن بارزه قوي أيوه. للخارج. طيب الشخص زي كده زي ما قلت لحضرتك عنده قدره على توظيف الاموال بشكل كبير قوي. الشخص اللي زي كده يعني ما بيصرفش بسهوله، دايما عنده قلق تجاه المستقبل. طب لو لاحظنا بقى الصوره اللي جنبه، او خلينا في اول واحده عشان تبقى السمه اكتر وضوحا، الاذن الملاصقه للراس دي، فده بتقول لك ان الشخص ده كريم جدا، شخص جواد جدا، شخص اللي في جيبه مش بتاعه زي ما احنا بنقول. شخص زي كده مع اتفاق بقى الملمح الخاص بالشفه السفلى الممتلئه، يعني لما الملمحين دول يكونوا مع بعض فانا اقدر يعني اجزم مباشره ان الشخص ده كريم. كده اجتمع فيه صفتين. صحيح. طيب واللي في النص اللي هو المتوسط، متوسطه الانفاق ومتوسطه الادخار، يعني شخص زي كده يعني ممكن يدخر جزء من المال، وممكن بشكل كبير ينفق برضه الجزء الاخر على حسب الامكانيات او على حسب الوضع المادي يعني. إذا حضرتك بتستغل يعني الصفات مع بعضها، فاحنا ممكن ننظر إلى الوجه طبعا، إلى الجبين والأنف والشفاه والأذن مع بعض، وشكل العين وكل حاجة صورة طبعا عن الشخص اللي قدامنا. أقدر كمان أقول للشخص اتجاه شخصيتك رايح فين، يعني إيه السلبيات وإيه الإيجابيات، إيه نقاط القوة وإيه نقاط الضعف، محتاجين نشتغل على إيه علشان نتخلص من إيه. مع احترامي لحضرتك برضو يعني الصورة دي شكرا، الصورة دي جميلة جدا، وهي الزاوية الخارجية للعين مرتفعة الأعلى. طيب ده معناه ان الشخص ده ايجابي جدا. الشخص زي كده يرى الحياه بايجابيه شديده مهما تكون الحياه مليئه بالصعوبات او مليئه بالمشاكل، هو لا يرى في كل ده غير الشق الايجابي. على عكس السمه العيون الغير لامعه او المطفئه، اللي هو الشخص هادي بطبعه، يعني دخل خرج محدش شعر بيه ولا عمل اي حاجه. طيب العيون بقى الخضراء او العيون اللي يعني اللي واخده اللون بشكل كبير قوي، احيانا يعني او عاده النوع ده بيكون اللي قدامه بيشعر بعدم الراحه، او ان هو مخبي شيء، او ان هو يعني كتوم على موضوع معين، فما بيكونش فيه اريحيه في التعامل في البدايه بشكل كبير. على عكس مثلا العيون السوداء او العيون البنيه، دائما بيكون في شعور بالراحه في الكلام، او ان انا عايز اتعرف عليه، او ان انا سهل اتعامل معاه. هل ده مرتبط بالمجتمع؟ يعني احنا مثلا المجتمعات العربيه مش هنلاقي فيها عيون ملونه كتير، تمام، فاحنا عشان كده مرتاحين للناس اللي شبهنا. لكن في المجتمع الغربي مثلا معظمهم اخضر وازرق، صحيح، يعني ملون، صحيح. فربما ده بيختلف من مجتمع للتاني، ولا هو نفس بالفعل بيختلف، ومع اختلاف كمان الملامح. وزي ما قلت لحضرتك انا ما بقدرش احكم على ملمح واحد غير مع اتفاق على الاقل من 3 ل 4 ملامح معاه. يعني ما اقدرش اقول الشخص ده بخيل لو كان عنده ملمح واحد، ما اقدرش اقول ان الشخص ده دي مثلا عيون خضراء، صحيح. ما اقدرش اقول ان الصوره دي مثلا زي ما قلت لحضرتك اتفضل ده شكل عين معين. في من شكل العيون الغائره في الوجه، يعني أيوة. الشخص اللي عينه بتبقى مستخبيه لجوه كده. أيوة. الشخص ده بالمناسبه يا جماعه شخص حذر جدا ومتأني جدا. الشخص زي كده لا ياخد قرار غير لما يدرسه بكل تفاصيله. يعني على سبيل المثال لو انا عندي احد الاصدقاء بالملمح ده ومحتاجين نخرج مثلا او نسافر، فعلشان اقول له يلا نسافر مش هيقول لي يلا بينا، هيقول لي هنسافر امتى ومع مين وهنصرف كام وهنقعد فين وكام يوم وهناكل ايه وهنصرف ايه. يحب يجمع كل التفاصيل، يعرف كل التفاصيل عشان ياخد قراره على نور وعلى دراسه. صحيح. في شكل تاني للعيون ما بيكونش بقى العين يعني مستخبيه لجوه كده، بتكون واضحه وبارزه. الشخص زي كده لا عنده قدره تفاعليه عاليه جدا، يعني احنا هنخرج دلوقتي نخرج، مش مهم هنقعد مع مين ومش مهم هنروح فين، المهم ان احنا مع بعض يلا بينا. فده برضو ملمح مهم وسمه بتظهر وبتقدر تبينك الشخص اللي قدامك ده طباعه تتعامل معاه ازاي. الشخص المؤثر، يعني مثلا الزعيم جمال عبد الناصر كانت عينيه هي ما كانتش بارزه ولا حاجه، ولكن صحيح. كانت مؤثره جدا. صحيح. وكان يعني عينيه لو نظر لحد ما يقدرش ينظر فيها طويلا، يعني صحيح. كان عينيه
مرعبه للي أيوة قدامه. صحيح. فبرضه هل في عيون كده تدي احساس بانك انت لازم تهابها، لازم تحترمها، في يديك احساس بان الشخصيه كاريزماتيك صحيح زي ما طبعا. حضرتك ذكرت؟ طبعا. وخليني اوضح برضو لحضرتك ان مش بس العيون، ده كمان لما بتكون العيون بالشكل او بالنمط ده مع ملمح مثلا زي الفك، مع ملمح مثلا زي شكل الوجه الهندسي اللي هو الوجه المربع. يعني صاحب الشكل الوجه المربع مع وجود الفكين، مع الجبهه العريضه، مع العيون مثلا بالشكل ده اللي هي الحذر او متأني على سبيل المثال، النمط ده من شكل الوجوه بيدي انطباع للشخص اللي قدامه. الانطباع ده ممكن يكون انطباع قوي جدا، لان انا شايف سمات القوه، انا شايف سمات الحذر في الكلام، ما بيقولش اي كلام، راجل بيحلل كويس جدا. شايف سمات بتدل على القدوم وعلى المبادره وعلى الاصرار والعزيمه. شايف سمات بتدل على القوه البدنيه وبتدل على القوه الفكريه. فكل ده بيتنقل بفراسه طبيعيه للشخص اللي قدامي. وطبعا دايما بنقول انه برضو في عوامل بيئه وعوامل تربيه طبعاً وحاجات قيم وعادات وتقاليد بتغير ده، لانها مش حاجات لابد انها تكون ثوابت، في بعض الاستثناءات في هذه صحيح. الامور. انا بشكر وجودك معانا، شكراً فقره ليك يا خفيفه فندم. ولطيفه وممكن تساعدنا كده على فهم اللي قدامنا بشكل سريع وحسن التعامل صحيح. معاه عشان نعرف نتعامل مع بعض احسن. شكراً بشكر حضرتك مهندس ايهاب الغرباوي، اخصائي التحليل النفسي، على وجودك معانا. شكرا يا فندم، ميرسي جدا لحضرتك. شكرا لكم مشاهدينا، بكده خلصت حلقتنا. يا رب ان شاء الله كلنا نقدر نتعامل مع بعض بافضل شكل في الايام القادمه. شكرا لكم، غدا ان شاء الله نلتقي، ومصر دايما جميله.